تحية طيبة لكم مستمعينا ومشاهدينا عبر الفيسبوك ضمن عدد جديد من حصة بلادي الزينة. بلادي الزينة اللي في كل مرة نجوب فيها أجمل الأماكن بمدينة مستغانم حتى نعطوكم فكرة عن المدينة لسواح مستغانم، لزائري مستغانم، وكذلك لجميع المصطافين. اليوم بلادي الزينة حبيناها تكون بالقرب من ميناء سلمندر وكذلك المطلة على البحر، بالإضافة إلى منطقة ليفاليز اللي رانا فيها اليوم بمعية ضيوفي اللي راهم مشرفين. طبعا كلكم تعرفوا مبدأ البرنامج بلادي الزينة اللي في كل مرة نروحوا لها لمكان لكن يكون بمعية ضيوف. وضيوفنا اليوم اللي كانوا مؤخرا شرفوا مستغانم في إحدى التظاهرات الخاصة بالمهرجان المحلي الثقافي لمسرح المحترف، وبالتالي معنا ضيوف اللي تأهلوا واللي حازوا على هذه الجائزة. هذا العدد من برنامج بلادي الزينة. قوم معنا. تحية طيبة وسعيدة جدا باستضافة الجمعية اللي جابت لنا، ما جاتش يديها خاويين، جات بجائزة رائعة لمستغانم ولمسرح مستغانم. سعيدة جدا باستضافة من جديد مخرج عمل مسرحية ما قبل المسرح المقتبسة من أهم أعمال الكاتب والفنان ولد عبد الرحمن كاكي رحمه الله. سعيد زكريا، مرحبا بك معنا. الله يسلمك، شكرا على الاستضافة، هذه الاستضافة الفريدة من نوعها على الهواء الطلق. خرجنا من الاستوديو. خرجنا من الاستوديو، صافي بليزير. الله يعطيك الخير، ميرسي. واش راك لاباس؟ والله لا بيان، انتم راكم ملاح. مازال تعيش اجواء التتويج الحمد لله انا نعيشوها مع ليكيب راهم لهنا كاع، دونك هما يريحوا شويه ويفرحوا بهذاك المجهودات اللي داروهم. نقول لهم الله يعطيكم الصحه. بارك الله فيك. معنا خدوش، اهلا بك خديجه. اهلا وسهلا، شكرا على الاستضافه. يعطيك الصحه ومبروك عليكم التتويج ومبروك عليكم جائزه احسن عرض متكامل. الله يسلمك، ميرسي بوكو. الحمد لله، انت راكي مليحه. خديجه، واش راكي نخرجوا هكا ونديروا حصه خارج استوديو مع بعض؟ كيفاش تبان لك الفكره؟ فكره شابه بزاف، سورتو منها باش الناس يشوفوا مستغانم كيفاش واش فيها البلايص شابين ومما من الناس يشوفوا زعما وتخرجوا من المباشر. قال لا هذه هي هذه ثاني هذاك الطابع المعروف انه في الاذاعه برك في الاستوديو خرجوا ونشوفوا مستغانم كي دايره ولي زارتيست تاع مستغانم وين يريحوا وصح هذه بلاصتكم لانه ما نش بعد بزاف على الموجه. واي تسمى هاد البلايص هما الارتيست يريح في بلاصه اللي تخليه يزيد تكون عنده هذيك الكرياسيون تسمى البحر الغابه دونك ما جيتناش وحدك زكري، خديجه والجماعه نقارعوا لهم يلتحقوا بنا، لكن قبلها حبيت نتحدث معك حول هاد انه الثقافه والسياحه يعني خطان يتمشوا مع بعض بالتوازي، يعني وما تكون فيها تظاهرات ثقافيه يكون فيها كذلك جينيرالمون تكون مع فصل الموسم الاصطياف، فبالتالي تخدم الثقافه وتخدم السياحه. دونك سواء العروض المسرحيه ولا السينمائيه وحتى المهرجانات راح تستقطب الناس اللي يجوا على الولايه. دونك الثقافه والسياحه شغل خطان يتمشاو في رحبه. دونك كل ما تكون كاين ثقافه في الولايه كل ما رانا نزيدوا نستقطبوا الناس للسياحه ونزيدوا كل ما تطور ثقافه كل ما يتطور السياحه زعما يطوروا في مع بعض. هذا الشيء ربما اللي لاحظته حتى انت كان التتويج تاع المهرجان او تتويجكم بالمهرجان بوهران، هي المهرجان تابع لولايه بلعباس وكان في وهران، فبالتالي نفس الشيء يعني عندما تكون هناك تظاهرات في مستغانم يعني يجوك من جميع الولايات وبعد ما يحضروا هذيك التظاهره يدوروا تكون لهم جوله في مستغانم في السياحه في مستغانم. واش رايك، هل مستغانم مربوطه فقط بالشواطئ؟ لا، مستغانم معروفة سيرتو معروفة بتجديد العتيقة، معروفة بغاباتها، معروفة بالأماكن القديمة التاريخية. اسمها برك احنا استثمرنا في الشواطئ اللي استقطب بالسياح، مي مستغانم ما فيهاش برك شاطئ، فيها بزاف بلايص اللي يقد يستقطبوا سياح بزاف و يتمشاو باراليل مع الثقافة.
طيب ما زلنا دائما معكم في بلادي الزينة، وشوفوا معايا هذا المنظر الرائع جدا في منطقة لي فاليز دائما بالقرب من ميناء سلمندر. وقعدتنا ما زالت دائما مع أهم الوجوه المسرحية اللي كان لها دور كبير في التتويج الأخير لمسرحية ما قبل المسرح. معنا أحلام. يسلمك صحتي ربي الحمد لله تخي بيان ميرسي على البريزونطاسيون. الله يحفظك أحلام، وشكرا لحضوركم انتم معنا واللي صبركم اثناء التصوير. قولي لي قبل أحلام كيفاش تبان لك هذه القعده هنايا؟ قاعده ما شاء الله قاعده خلويه. احنا كفنانين نبغوا توجور بلاصه تكون فيها دي كونتراكتي وصوالح وكاع، تما نجوا لهنايا دائما بريسك. يعني دي بلاصتكم الفنيه يعني بريسك كاين خشوش كاين. تما هذه الاولى. الخشوش معناتها باللغه العربيه الاماكن كاين. طيب احلام، جينيرالمون البروغرام تاعك في الصيف كيفاش؟ على حساب لي طرافو نشوفوا. بون انا خدامه، انا نبريزونتي روحي الاولى من جهه احلام فاطمه الزهراء، عندي 25 كون، عندي مهنتي الخاصه اللي هي ممرضه للصحه العموميه مع هاويه للمسرح. تما المسرح انت بديتي المسرح صافي 2 عامين. نعم. بديت ما دخلتش تروبا مازال، ما دخلتش الجمعيه صح، يعني ممثله حره. تما نخدم مع احبابي وصحابي ونعرفهم زعما شغل اللي نعرفهم نخدم معاهم. كيفاش تلاقيتي مع زكريا ومع ليكيباج؟ زكي تلاقينا في لافون تياتر الاولى. زكي لافون تياتر الاولى تاع 2022 مع مسيو عبد اللطيف بن حمد. كانت فرصه انه هي لافون تياتر تنعد كيفاش نقول هذيك الكلمه بالعربيه؟ تكوين للممثل، تنعد تكوين للممثل لافون تياتر. كانت لي فرصه في 2022 كنت جديده، تما دخلت لافون تياتر تكونت فيها الحمد لله يا ربي. عرفت زعما بزاف صوالح تعلمتهم في لافون تياتر الاولى تاع 2022 مع مسيو عبد اللطيف. من بعد ثاني دارت ليام وكتب ربي وين زينو خونا زكريا كان معنا كوميديا في 2022 ودار القلب ولا ميتي اون سان في 2024. الحمد لله يا ربي. هو تاهي تجربه ليه جديده وافيك بليزير نخدموا معاه زعما خونا وحبيبنا. وكنا اش يبان لك زكريا؟ نعرفه في البدايه صح كممثل ولا يزال دائما ممثل، لكن ولوجه ولا دخوله للاخراج كان اللي تبان له باللي لا غامر قبل الوقت، لكن شفناه شارك وما كاش لي حظ انه دا ليبخي، لكن مؤخرا وكانه كانت باللي لا نقدر لها. هذا الشيء كنتم مأمنين بزكريا؟ بيان سور. انايا شوفي، انايا كاحلام نعرف زكريا امنت به. هو واحد من تكون حاجه تاع حراره في قلبه يحطها صح، يحطها والله زعما شغل وكاع شافت علينا والحمد لله يا ربي. هانا دينا البري والحمد لله ومازال قدام ان شاء الله. ان شاء الله. اثناء من اعلنوا قالوا باللي مستغانم وجمعيه كارتينا والعرض ما قبل المسرح دا احسن عرض متكامل. هذيك اللحظه معليش تعاودي ترجعيها وتعاودي تصوريها لنا وتقوليها. انا لو كان نقول لك الصح تامنيني نقول امنك. هذاك ستريس ما غديتلاش، رحت للدار كنت راكده في الدار ما حضرتلهاش. ما بغيتهاش جور تالمون كنت خايفه وهذاك ستريس تاعي نتباني. ما ندمتيش من الداو بخي ما كنتيش حاضره؟ طلعت لهم نص الليل. كاش منها مازال وهرن من مصغالي ديريكت طاكسي وهرن. نص الليل طلعت نجري ما خممت كاع جور ما شغل جاتني كل خلعه في الدار نايضه مرقد نبكي نتوغ نزغرت ما عرفتش ندير في الطاكسي وطلعت ديريكت. احلام، العمل المسرحي ولا الجماعي سي فغي لازم له موهبه، لازم له كاع الناس تكون كاينه كونفيونس للمخرجيتو، مي لازم لها ثاني هذا الجو العائلي، لازم تكون فيها كومبليسيتي هاد لونطونت ما بيناتكم. بيان سور. شوفي في اي حاجه يكون كاين واحد سيرتو مي حاجه تكون فيها خدمه سيريو صوالح وكاع يكون فيها ستريس. تما حنا ولينا شغل تالمون كنا عائله وحده ولينا نقلعوا في داك ستريس لبعضانا. يتبانيكا واحد ستريسا واحد جوغ توجور يكون كاين تحسينا عائله دوزيام فامي والله العظيم. الحمد لله يا ربي. انا غير في هاد الدقائق عرفت بلي انت اللي دايرت لهم لومبيونس، علاه ما على بالي. على دير لي قاعد عشني نيشان ولا لا؟ لا شويه كاش منها شويه. صح. قولي لي بلاصه شابه في مستغانم اللي تحبيها بزاف. كي نقولوا مستغانم توجور يقولوا لا كورنيش سلامان. صح. تما كاع الناس كاع الولايات يعرفوا بلي مستغاليم سلامان هي من التراث وزادوا دروك سقموها الحمد لله يا ربي راهي بزاف شابه راهم يقولوها دوزيام دبي.
الحمد لله زعما تهلاو فيها. حنا متهلين الحمد لله يا ربي زعما افيك بليزير. يعطيك الصحة. أنا ما نشدكش لأنه عندك ارتباطات في آخر الحصة غادي نقول لهم واش هي الارتباطات. على كل حال شكرا لك، بارك الله فيك لأنك كنت حاضرة معنا. كلمة تقوليها للناس لأنه الآن رانا بالصوت والصورة في الفيسبوك، واش تقول خارج مستغانم اللي مشوفيك كيفاش تشجعيهم باش يزوروا مستغانم؟ مستغانم شابه بزاف. انا وحده من الناس توجور نقولها والله العظيم مي بديت نخرج ولايات الاخرين وكلش نقول الحمد لله يا ربي اللي جيت عايشه في مستغانم. جلستنا ما زالت متواصلة معكم في بلادي زينة، ودائما سعيدة حتى بالكواليس اللي عشتها مع فناني وكذلك أعضاء جمعية كارتينا والفريق اللي كان توجا نعاود نذكر بأحسن عرض متكامل. معنا زارة خديجة، مرحبا بك خديجة. الله يسلمك. واش راك؟ الله الحمد لله. انت؟ الحمد لله. شوفوا معايا زارة خديجة الشابة ما شاء الله، خموس عليك خديجة. بداية نعاود نقول لك بصحتكم التتويج حبيبتي. الله يسلمك. التتويج كي عشتي انت تاني درتي كيما احلام هربتي ما كنتيش حاضره؟ لا كنت حاضره، كنا كاع حاضرين في رحبه. ايا من قالوا شغل مين بغاو يقولوا شو كانوا يديرونا في السسبانس الخطره الاولى. ايا كي قالوا مترشح فائز ايا فرحنا، من بعد قلنا لا مترشح زعما انا شوف مش احنا اللي ربحنا. من بعد قالوا نطلعوا هي كي طلعنا قعدنا نسقسوا فيهم ربحنا شو ما امناش من كثره اللي شغل كنا نقرعوا لها بزاف زعما. ايوا انا فربحنا وفرحنا بزاف تعبتوا خديجه؟ تعبنا بزاف والله. احكي لي على لي كوليس تاع العمل تاعكم. لي كوليس كانوا كنا نعيو بزاف وكان عندنا شويه لي بروبليم في وين نريبيتو كاع، بصح شغل سلكناها وكل شيء فات بيان والحمد لله زعما تعبنا ما راحش في باطل. والليكيب مع زكريا مع نازيم مع احلام كيفاش الخدمه شغل كنا كل الخوت كل لا فامي زعما الحمد لله زعما كاع متفاهمين وما كاش لي بروبليم بيناتنا الحمد لله. ان شاء الله نقعدوا دائما كيما صح. انا مش عارفه عندك هذا نفس الفكره قضيه انه كي يعطوك دور. خديجه قالت دور في هذه المسرحيه هي تقرا النص وراهي خلاص هضماته وتقمصت الشخصيه، لكن ماذا بها ثاني تدي راي نازيم تدي راي احلام. واش رايك نزيد؟ انت من النوع تاع اللي يتقبل الملاحظه من عند غير صاحب العمل حتى من عند لي كوليغ؟ وا بيان سور زعما حنا مازلنا ميم سي زعما تكوني بروفيسيونيل بلا بصح مازالك تتعلمي من الكبار من الصغار. قادر واحد الصغير يعرف خير من الكبير خير من البروفيسيونيل. سما يعطيك الصحه. واحد يسمع. وصرات فعلا ولا غير عندك غير هذه القناعه؟ بيان سور تصرا. كما انا عندي صاحبتي دائما تنصحني ليديا البقاع دائما تنصحني وكاع توجور واقفه معنا كاع كيما رانا تنصحنا وكاع والله حتى اللي يقولوا لها زعما ديري زعما تيتاني كوني ميتون سان وكاع شغل. طيب خبريني دروك على خديجه كيفاش دخلت المجال تاع المسرح؟ دخلت المسرح اون 2017 مع جمعيه الاشاره. كانوا دايرين ايفينمون ايا رحت نحضر. قالوا لي زعما يدخلوا في الدراري لا تدخلي. ايا دخلت ومن ذاك العام وانا مع جمعيه الاشاره حتى واش تعلمتي من جمعيه الاشاره؟ يعني التكوين لكل جمعيه مسرحيه ولا ثقافيه يركزوا بزاف على فكره التكوين. هل هذا الشيء يعني ديتي الاساسيات في العمل المسرحي؟ مازلتي مع الاشاره قدرتي انك تتكوني على الاقل كاين شي صوالح كانوا ناقصين فيك الجمعيه هي طورتهم لك؟ وكما انايا كي دخلت جديده كنت نحشم بزاف زعما ما نطيقش نهضر كاع ميم دروك مازالني نحشم. مازلتي حشامه في الحق. بصراحه زعما شويه صافا اي سما قلعت الحشمه والحمد لله زعما كنا بيان زعما تعلمت شويه. خديجه خبريني على مستغانم. واش الحاجه اللي تجبدك بزاف وتجلبك في مستغانم؟ مستغانم دائما كيهضروا عليها اللي خارج الولايه يقول لك مدينه المسرح ومدينه الشواطئ الجميله ومدينه يعني كي يقعدوا يعدوا عندنا بزاف مقومات في مستغانم. سيدي الخضر بن خلوف المهرجانات الى غير. انت كون نقول لك لخصينا مستغانم واش تعني لك؟ مستغانم شابه الله يبارك كما مشهوره بالبحر تاعها وكاين ثاني ماناج مستالاند ثاني راه مشهور ثاني. ممكن الناس يجوا من كاع الولايات باش يجوا يحضروا لها. خارج الجزائر اصلا خارج والحمد لله زعما مليحه المستغانم والله بزاف زعما كاين بلايص وين تريح تقعد الاز
كما رانا دروك. ها هو فوالا. ساعة خديجة قولي لي على قضية نعرفوا أنه كل فنان يحاول من خلال الفن تاعو أنه يسوق ولا يروج للسياحة في مستغانم. تشوفي أنه عنده دور كبير في هذه النقطة. يعني الآن كما مهرجان مسرح الهوات قال في مستغانم، مهرجان الشعبي، مهرجان سيدي الخضر، هذه المهرجانات يجيبوا السواح لمستغانم. يجيبوا باسكو كاين كما في المهرجانات يديروا شغل دي فورماسيون اي اسما يجوا وحدين اور ولايه عندنا باش يتكونوا فيهم، اي اسما ثاني يحوسوا منها، يتكونوا منها، يحوسوا يشوفوا مستغانم كيفاش دايره، وبيان سور زعما باش من بعد كي يروحوا لبلادهم هايوا فوالا. يعطيك الصحة خديجة. الله يسلمك. ميرسي خديجة ما نطيقش نهضر، ما تبوزيليش لي كيسيون بزاف ما قدرتش نسكتك. شفتي ما شاء الله عليك. اعطيني كلمة تقوليها للناس اللي مشوفينا، ممكن كذلك الآن رانا في مواقع التواصل الاجتماعي، اللي زوار اللي راهم باغيين يجوا لمستغانم، حتى لي زيميغري ولا حتى من خارج الوطن، واش تقولي لهم؟ مرحبا بهم في ولاية مستغانم، فيها بلايص شابين بزاف ويرحبوا بيان. الأكلة اللي معروفة بها مستغانم؟ خاطيني الطياب. ناكل غير ناكلوا ما ناكل. ساعة تقولي زكريا كلمة قال زكريا. شكرا زعما ميرسي بزاف زعما اللي رانا نخدموا معاه باسكو كاين دروك جمعيات زعما يخدموا بلي بروجي ولا ما يخدموش كاع، تسمى كاين مزيان اللي كاين هو معانا نخدموا زعما على طول السنة. هاي على طول السنة الحمد لله. من العام اللي فات وانا معاه نخدم معاه. شنو الحاجة اللي تزعف زكريا؟ اللي تنرفيه تخرجها هكا؟ كاين الروطار سي فغي روماركينا نهضروا بزاف. بغي خدمة. وي يبغي الخدمة لازم. خي سيريو. واه يعطيك الصحة. يسلمك. ميرسي بوك وبالتوفيق لك ان شاء الله، واللقاء الجاي تكوني انت دايه جائزة احسن ممثلة ان شاء الله. يا ربي ان شاء الله. شكرا. ميرسي. صحة. طيب نسيم مرحبا بك معنا. الله يسلمك، مرحبا بينا عندكم. عرف المستمعين وعرف المشاهدين بنسيم. السلام عليكم، جيسبر كاع راكم بيان. معكم بنوخ محمد نسيم، مؤلف موسيقي من ولاية مستغانم، بلدية سيدي علي. فنان عازف وموزع موسيقي. موزع موسيقي. صح. كان لي الفضل اني نشارك في مسرحية ما قبل المسرح مع المخرج سعيد زكريا وكاع فرقة اوديون وجمعية كارتينا. كيفاش انضميت لجمعية كارتين؟ كان الانضمام تاعنا بمسرحية ما قبل المسرح، رغم انه لعبناها ما قبل في فستيفال المسرح الجامعي بولاية سيدي بالعباس مع نادي ثقافي CCO، وزدنا ديسيدينا ان نلعبوا في المسرح المحترف. وكان فضل لي اني كي نلعب مع سعيد زكريا اختارينا ان نكونوا مع جمعية كارتين. فضلنا ان نكونوا مع مسرحيه ما قبل المسرح وجمعيه كارتينا. وكان المشوار تاعنا عنده تطور وارتباطات قبل كاع ما نكونوا نبداو لا ريبيتيسيون، كاع كانت ارتباطات اصدقاء، فرقه تجمعنا الفن يجمعنا يعني كنتوا تعرفوا بعضكم بعد ما قبل؟ نعم طبعا. طيب انا كان لنا حظ انه كنا سمعنا المعزوفه الموسيقيه اللي كنتوا رائعة، بعد نعاودوا نسمعوها للمستمعين في آخر البرنامج. حدثنا على هذيك، يعني أنت قالوا لك إجمالا هكا غوصو موضوع على موضوع المسرحية وعلى الميزون سين كيفاش يكون الأدوار تاع الشخصيات بالإجمال، لكن خلاتك أنك خرجت مقطوعة موسيقية في الموضوع. طبعا نتكلموا على المسرحية لازم كان عليا نفهم مع سعيد زكريا اللي هو المخرج، نفهم نظرة المخرج. قبل نظرة المخرج نفهم المؤلف، ألا وهو تأليف ولد عبد الرحمن كاكي، اللي كانت هذه المسرحية فورماسيون، كان تكوين للمسرحيين، تكونت في 1954 و 1958.
الور كمؤلف موسيقي في مسرحيه كان يجب علي اني ندير بحث في هذا المجال، رغم اني كنت بعيد شويه في المجال المسرح. انا بوكو بليس مجال سينما، وكان لي الحظ اني ندير بحوثات ونزيد نتعلم، وعطاني المخرج النظره تاعه، النظره والقصه الكامله على المسرحيه، وسيت نأدي الاحاسيس تاع كل دور من الادوار الممثلين، ونظره المخرج بما يخص الديكور والكوريوغرافيا والانفوغرافيا. تفاصيل مهمة في يعني كيفاش يكون المزج بين السينوغرافيا وبين النص وبين البادي لانجويج تاع الممثل وبين الموسيقى. نعم طبعا. يعني الموسيقى كانت تتضمن أكثرية على الأكتورا ستوديو، وذلك يعني أن الإكسبريسيون تاع الممثل، نظرة الممثل، الرول اللي يتقمصه الممثل، وطبعا نظرة المخرج في كلتا من الحالتين، سواء إخراج، سواء ميزون سان، سواء لا لوميير ثاني تلعب دور، الإضاءة. هذيك اللي خلاتني نخرج احاسيس بصوتيات، لانه ديجا المسرحيه كانت فيها دو بارتي بلا كلام، بلا صوت من الكوميديا، لان هنايا الموسيقى كانت تكسبريمي دور الكلام. يعني الموسيقى هي اللي كانت تعبر عن المشهد وعلى الحوار المسرحي عن طريق الموسيقى. طبعا هذا اللي كان ماشي سهل، ليس بشيء سهل. لازم عليا اني نتحدث مع لي كوميديان، نتحدث مع كاع الطاقم، الجمهور، الطاقم الفني، وكاع ما يخص المسرحيه كان لازم عليا نفهم باش نوصل الفكره للمشاهد. لا انا قصدت كذلك عندما قلت لك الجمهور ما يتعلق بالموسيقى، عندما تكون الموسيقى في هذيك لحظه الصمت ما كانش الاداء الصوتي، كان غير الموسيقى، يعني الموسيقى راهي تشرح للمتلقي الرساله تاع المسرحيه ولا رسالتك كفنان. انت اثناء حديثك قلت لي نزيم على انه عندك اهتمام بالسينما. طبعا انا بديت اهتمامي، كان اهتمامي في الفن بالسينما، يعني كنت نتبع السينما بلا نوفيل فاك في فرنسا، بالسينما الصينيه، بالسينما الامريكيه اليونيفرسال، حتى بالسينما الجزائريه. بديت ان نتعلم السينما وبديت لي كورميطراج تاعي. هذا ما ادى لي اني نتعلم الموسيقى، لانه الموسيقى والسينما لديها تقنيات اكثر من المسرح، يعني السينما تعتمد على التقنيات اكثر. نظرتك السينمائيه لهذا المكان اللي انا موجودين فيه؟ نظرتي السينمائيه لهذا المكان، نظرتي السينمائيه نظرة سينمائية طبعا يعني نظرة بروحها سينمائية، لما كاين بزاف دي كادر وين انك يكون عندك نظرة في الداخل تاعك وانك تحققها سينما. يعني نشوف معايا هنا دروك مطلة على البحر، مستغانم المدينة والبنايات، الميناء، السواح، كذلك الواجهة البحرية. كيفاش تشوف انه الفنان لازم يكون متواجد في بيئه كما هذه حتى يبدع اكثر ولا حتى تكون ملهمه بالنسبه ليه؟ كفنان في بيئه كما هذه انه يتموتيفا، اولا انه يدي نظره ولا يتموتيفا بالمكان اللي يكون فيه والانتوراج اللي يكون فيه، وانه يوصل رسالات بطريقه غير مباشره في الفن تاعه، سوا ديزون كان من ولايه مستغانم ولا داخل لولايه مستغانم، وهذا ما يخلي انه الفنان خارج من هذه المدينه طبعا. طيب الفنان ممكن في الاخر نقطه انه يقدر من خلال الفن تاعو يسوق لمدينه مستغانم، للسياحه في مستغانم؟ طبعا يعني في اطار الثقافه واطار الفن، الفنان لديه دور كبير انه يسوق للسياحه في ولايه مستغانم، وولايه مستغانم معروفه بالموسيقى الشعبي تاعها، ومعروفه بالمسرح، ومعروفه حتى انه في زمن البعيد وفي وقت العثمانيين وكاع كان لديها ثقافه خاصه تاعها ولايه مستغانم، واللي كانت مسميه من بعد بمدينه موريس طاقه. في كان عندها تسميات عديده حتى قبل موريس طاقه. حتى قبل موريس طاقه. لذلك انه كفنان يجب علي ان يكون عندي دور باش نروج للسياحه في مدينه مستغانم، موسيقيا، مسرحيا، سينمائيا، لباسيا، يعني أكلات اللي كنا هضرنا على الاكلات التقليديه في الكوليس. كنا خديجه عايشه هنا في مستغانم ونسيت كلمه القوارط، نسيت الطعام بالمعمر، وانت شو تفكرت؟ انا تفكرت القوارط.
الفطيره الحرشه اللي يقولوا لها الحرشه. يعطيك الصحة نزيم، أنا نشكرك لأنك كنتوا حاضرين معنا في هذا العدد من حصة بلادي الزينة. واش تقول للناس اللي يشوفوا فينا؟ شكرا جزيلا على يشوفوا فينا ويسمعوا فينا. شكرا جزيلا، شرف ليا وشرف الجميع، وشكرا على الحضور الاستضافة تاعكم. شرف لينا أن نكون معكم، شرف لينا أنكم تشاهدونا. المسرح ومستغانم والفنانين بكم انتم يكون كاين، ومستغانم بالسياحة تاعها وبالأماكن تاعها وبالاستثمارات تاعها وبجمالها تكون بفنانيها وشعبها البسيط، من البساطة إلى الأناقة إلى الجمال. وشكرا جزيلا. يعطيك الصحة. الله يعطيك الصحة. اللقاء المقبل بك إن شاء الله يكون على حول موضوع السينما إن شاء الله، وعملك السينمائيا إن شاء الله قريبا إن شاء الله. شكرا جزيلا. أمين. الله يعطيك الصحة. بقاو معنا. شكرا. بلادي الزينة ما زالت معكم ومع الضيوف تاعنا، وهذه المرة مع زوار مدينة مستغانم من بليدة. مرحبا بك الحاجة، واش راك؟ سلمك والله لاباس. مليحة؟ راني مليحة وانت لاباس؟ الحمد لله. الحمد لله. موالفة تجي لمستغانم؟ موالفة نجي لوليدي. عندك وليدك هنا؟ يا وليدي. تبغي تجي عند وليدك وبرك ولا تبغي تجي عند وليدك وتشوفي مستغانم؟ لا شوف كاع مستقالم، نزور كاع مستقالم، مش عند وليدي ونحوسها كاع ومن بعد نروح. قاعدة هنايا وبرد الحال. شابة. زينة مستقالم. صح؟ والله شابة. غير التحواز فيها وبلاصه كيما هذه، عندك نظره، عندك معلومه شويه على مستغانم، على العادات تاعها، العراس تاعها؟ حضرتي عرس مستغانم؟ ما حضرتش العرس. حوست هنا بصح العرس لا. لازم نحضروك عرس في مستغانم ان شاء الله ان شاء الله. حضرتي العيساوه المداحات هذو ما حضرتي لهمش؟ لا 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 ما حضرت. لا دا ولدك راه مخسر. ما حضرت لهم. نجينا غير من الصيف للصيف، كي نجي في الشتاء يسمى ما نخرجش. امين. دائما نجي من الصيف للصيف لوليدي. خبريني على هذه البلاصه، شابه عجبتك؟ عجبتني والله عجبتني. شنو البلاصه اللي تروحي ليها بزاف من تجي لمستغانم؟ ما نعرفش انا. ما تعرفيش تسميهم؟ ما نعرفش، وليدي يجيبني بصح انا ما نعرفش. تحيه وليدي هما. تحيه وليدي ان شاء الله ربي يخليه لي. امين. هذاك وليدي هذا. الله يبارك. هاي ما شاء الله ربي يخليه لك ان شاء الله. ان شاء الله. مرحبا بك خويا. سلام، لاباس بخير والله الحمد لله يا ربي. الحمد لله. من ولايه البليده، من شفا بالضبط، شفا ولايه البليده. الله يبارك، خيار الناس. الله يسلمك. رانا هنا في مستغانم ما شاء الله. نشوفك مع وليداتك بسلامة. جبناهم يحوسوا يشوفوا شويه. هما يبغوا يقولوا يجيبونا المستغانم ولا من عندكم؟ احنا هذه اول مره جينا زرنا فيها مستغانم. كنا شفنا الغرب، اول مره ما نكذبوش جينا شفنا مستغانم. وعجباتك بعدها؟ ما شاء الله، عندنا اماكن فيها ما شاء الله. بالنسبه للشواطئ تاعها ما شاء الله. نتمنى الولايات الاخرى الساحليه يديروا كما دارت مستغانم. راهي تقريبا هي ومدينه جيجل راهم في الرياده، كاينه تيبازا شويه ناقصه. نتمناو تكون التنميه فيها في الشواطئ كما هذه، سيرتو لا كورنيش تاع سالاماندر مش سالامان، نصحوا هذا التصحيح. وسالاماندر لا بسلامتك انت تعرفي. بالمناسبه اللي ما يعرفش هذه يقول سالامان ولا حاجه، ماذا بينا يغير سالاماندر هي الاسم تاعها كما شفنا في البلاكه اللي هي سالاماندر، هي السفينه اللي تكسرت هنايا وسموا عليها هذا الشاطئ. نصحوا لهم معلومه هذه معليش. هما قضيه المعلومه كاينه، المعلومه قضيه التعود، انهم متعودين نقولوا سالامان. احنا حتى وجينا ضياف نمدوا نعطوا
يعطونا نمدوا راينا في المدينه ما شاء الله، ونتمنى الخير. وسيرتو ناكد على حاجه واحده بالنسبه للمواطن المستغالمي تاع مستغالم، مواطن كي شغل راك في دارك، كي شغل راك في دارك اجتماعي بطبعه. نتمنوا كاع في الجزائر يكونوا مثل مستغالم، وين تروح هذه هي بلادك والحمد لله. كيما دار المخرج تاعنا كان يصور كي سمعك تسقسي حبسنا على خاطركم. ماذا بينا ونتمنوا نتمنوا البلاد تاعنا تزيد تقدم اكثر، وماذا بينا اللي يروح لتونس ولا حاجه يجي المستغالم يروح الوهران. عندنا بزاف بلايص شابين، نتمنوا نزيدوا قدام. هكا ورانا مقصرين في بلادنا، كاين شي بلايص ما مشينا لهمش. هذه شوف حجره بحجره ونبنوا بلادنا. مازال بلادنا الى مازالت الجاي احسن ان شاء الله، ونتمنوا الخير. وتحيه الجزائر. شكرا. وشكون الشاطره هنا اللي تهدر؟ حسن يهدر. حسن راه شاد فيك، راه خايف. شكون الشاطره اللي تهدر؟ قولها. تهدر ولا ما تهدريش؟ كي يسموك؟ باردون صح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كي راكي لاباس؟ لاباس. كي يسموك؟ عبلة. عبلة هذه خطرتك الاولى تجي من صغانم؟ لا جيت. جيتي من قبل؟ ايه. عجباتك؟ ايه. قولي عجباتك؟ ايه. عجبتني بزاف. ايوا قولي لها. وبلادها شابة ومين تروحي البليده تقعدي تهضري عليها، تصورتي بعدها ولا لا؟ صورت وهدرت لهم. ايه. قلتي لهم؟ ايه. درتي في الفيسبوك ولا مازال ما درتيش؟ ما درتش. كي روطار. شكرا لك، يعطيكم الصحة بالتوفيق. شكرا لك. شكرا. طيب في الدقائق الأخيرة المتبقية من حصة بلادي الزينة كما بديناها مع الضيف الشرفي سعيد زكريا، حبينا نختم معك، لكن قبل الكلمة الختامية حبيت نتحدث معك حول موضوع مهم جدا اللي عنده علاقة بمبدأ البرنامج اللي هي بلادي الزينة. انت الان كفنان والحمد لله الاعمال تتوالى واللي تزيد تزينها التتويجات وما زال تتويجات للامام ان شاء الله، لكن مهمتك هل تنتهي هنا؟ راك تشوف انه علاقة الفن أو علاقة الفنان كيفاش ممكن كذلك أن يساهم في تقديم الولاية تاعو، تراثها، موروثها، شعرها، سياحتها، الآثار والتقاليد والعادات كلها، كيفاش تشوف مهمة الفنان في هذه النقطة؟ هي اولا هذا الشيء اللي كان يسعى عليه كاكي من قبل، رحمه الله، انه كان يحوس يخرج بمسرح جزائري اصيل وان يوظف في المسرح ثقافه والتقاليد المستغالم كالديوان والشعر الملحون. دونك هذه كان يقدم مستغانم، كان يعرف المستغانم عن طريق الاعمال تاعو. عن طريق الاعمال تاعو، هذه هي طبيعه الفنان، انه يبرز ثقافه بلاده وتقاليده وكل ما يجول بالمكان والمجتمع اللي راح عايش فيه يبرزوا للعالم الاخر والمحيط الاخر. نعطيك اكزومبل انه لو كان نديروا اقتباس لاعمال عالميه ونجيبوها ونحطوها هنا ويجي واحد روسي يتفرج الاعمال، ثم غادي يشوف تقاليده في بلاد اخر. اما لو كان يجي ويشوف تقاليدنا واعمالنا والبساطه تاعنا وثقافتنا، تم غادي يكون كاين داك التنوع الثقافي اما من ناحيه اخرى واللي هي ناحيه المهرجانات والمهرجان الثقافي المسرح الهوات ولا الشعر الملحون، وين كاين ابراز لثقافتنا وتقاليدنا والاعمال تاعنا كي غادي تكون. دونك السياحه والثقافه خطان متوازيان يتمشاو مع بعض، وين تكون ديك اللمسه الفنيه للفنان، على خاطر هو الامكنه اللي غادي ياخذ منها الاعمال تاعو صح غادي تكون في المحيط تاعو، في المحيط في البيئه تاعو. المقاربه اللي كنت قدمتها واللي عطيتنا مثال عليها زكريا، تخيل معي مثلا ان شاء الله قال تتويج او مشاركه مسرحيه لاحد اعمالك ان شاء الله في احدى الدول سواء في اوروبا او في امريكا، ممكن يكون سينمائي كذلك بما انه كان معنا نزيم اللي عنده اهتمامات في السينما، فيشوف تراث وتاريخ وأصالة وعراقة وسياحة هذه المدينة في هذاك العمل السياحي. هذا كذلك ممكن أكيد مش ممكن يكون عنده علاقة بالتسويق ولا بالترويج السياحي للجزائر عموما. هي قبل ما تكون ترويج للسياحة الجزائرية عموما
اي بلاد بنات حاضر تاعها ومستقبل تاعها ما قطعوش العلاقه تاعهم بالماضي. صح. باش نبنوا حاضر يقعد على طول الزمن، ليق نقعدوا محافظين على التراث والناس شدارت من قبلنا. دونك باش نبينوا اعمالنا سواء في الدول الاوروبيه ولا في غيرها من الدول اللي خارج الجزائر، ليق نبرزوا تقاليدنا وثقافتنا سواء في الشعر الملحون، سواء في الديوان، سواء وهذا اللي سعوا عليه الكتاب اللي قبلنا. صح. لانه بهذه الطريقه رانا نحافظوا على يتم تخزين هذا الفن، ويكون دائما في الوقت اللي رانا نقولوا هذا الفن لم نتابع او لم نتابع، حتى ما تعلاش هذه الاصوات. اولاد البلد هم راهم يحافظوا عن طريق هذه المساهمه تاعهم الفنيه والمسرحيه. سعيد زكريا علاقه بالمسرح يطول الحديث عليها، لكن انا كنت سعيده جدا انكم كنتوا ضيوفي في برنامج بلادي الزينه. كلمه تحب نختموا بها هذا اللقاء؟ شرف لينا ونشكركم على هذه الاستضافه. والله يعطيكم الصحه، واللي والفناها وانت تبرزوا طاقات شبانيه، وانا سبق وانا كنت حاضر معكم. صح. وفي عمل سبق لي وما كانش عندي تتويج وحده حكينا هذه الهضره انه غادي تعاودوا تستقبلوني ويكون فيها تتويج، والحمد لله راه دار عام وتعاودت الاخرى. ونقدم تحيه لكامل المستغاليه ونقول لهم الله يعطيكم الصحه. ورانا نشوفوا باللي مستغاليه راهي في تطور ملحوظ، وراهي في استقطاب للسياح. شوف معايا هذه النظره تاع الميناء سلمندر روعه، يعني حركه ما شاء الله. ربينا هنا اسمها الصور هنا كان الصغر كاع فوتنا هنا. صح. الحاجه اللي نطلبوها من كاع المستغالمين انه يحافظوا على هذه الولايه. صح. يحافظوا على نظافتها. صح. شوفوا راهي ما عندهاش بزاف مستغالي ملي صالامون ملي تعاودت، دونك ماذا بينا تقعد ديك النقاوه فيها وتقعد باش نزيدوا نستقطبوا سياح اكثر وتكون عندنا تنوع ثقافي وتبادلات ثقافيه. يعطيك الصحه ونقول لهم الله يعطيكم الصحه. شكرا لك زكريا، نتلاقاو ان شاء الله في الاعداد المقبله وتكون معايا كذلك ضيف للحديث عن تتويجات اخرى واعمال ومشاريع اخرى ان شاء الله. يعطيك الصحه. وخرجناكم وخرجنا الضيوف من جو الاستوديو، منها رانا نحوسوا في مستغانم حتى احنا، ومنها كذلك رانا كسبنا شوفتكم والجلسه معكم. الله يسلمك. يعطيك الصحة. شكرا لك. شكرا لكم مستمعينا وما زلتم معنا، بقاو معنا بعد الفاصل. يلونا مستمعينا ومتابعينا، نختم معكم هذا العدد من بلادي الزينه اللي جابتنا هاد المره وحطت الرحال بنا في لي فالاز وبالقرب من ميناء سلمندر. كنت سعيده جدا بهذه التجربه مع ضيوف اللي كانوا حاضرين معنا وحتى مع السواح، في منهم اللي جمعتنا بهم دردشه خفيفه وفي منهم اللي حب يقول كلمه. فنشكر كل الزوار مدينه مستغانم. نتلاقاكم ان شاء الله العدد المقبل من بلادي الزينه ونروحوا اماكن اخرى. انا نحب ماذا بيا تخلونا تعليقات في البرنامج لاماكن لكم حابين نزوروا لها وتشوفوها بالصوت والصوره. تحياتي تحيه ميلود بوسمان اللي كان معايا في الاخراج في لهذا العمل بالصوت والصوره. كانت معكم ميكروفوني اختكم امينه دايم. تحياتي للجميع، سلام.